متابعين صفحتي صفحة الإعلامية الفقي وكل أصدقائي من مصر ومن كل الدول العربية، تونس والمغرب والجزائر والسعودية واليمن والسودان والأردن. أهلا وسهلا بيكم، وطبعا متابعتكم لصفحتي ومتابعتكم لللايف ده طبعا يشرفني. بحب جدا التفاعل، بعمل اللايف عشان أتواصل مع الجمهور يعني الزملكاوي داخل مصر وكل الدول العربية اللي دايما بيشوفوا الزمالك من خلال صفحتي ومن خلال منبري. واهلا وسهلا بجمهور النادي المنافس كمان. يعني انا ما عنديش مشكله ان هم يتابعوني ونعرض كل الموضوعات ونعرض كل القضايا بشكل لائق وبشكل محترم. اتمنى طبعا كل اللي بيتابعوني على اللايف يكون تعليقاتنا يعني موضوعيه وتعليقاتنا تكون مهمه، واي تعليق غير لائق احنا مش بننتبه ليه ومبنبصش ليه اصلا. وسيدات النادي الملكي اقوياء وفايتر وما بيهمهمش اي حاجه. اول حاجه حابه ان انا ابدا بيها لايف. على فكره احنا لايف النهارده هنتكلم في حاجه تخص نادي الاهلي ونادي الزمالك. تحبوا نبدا بايه الاول؟ يعني تحبوا نبدا بالزمالك ولا نبدا بالاهلي؟ مساء الفل، مساء الفل استاذ حازم، منور، تسلم. مايسترو الشريف منور، منورين كلكم طبعا. يعني حابه كده اشوف تعليقاتكم. كابتن ماضي منور، كابتن حسام منور. قولوا لي حابين نبدا بايه؟ يعني انا سايبه لكم حريه الاختيار، بس خلوني ابدا بالاهلي ونختم بالزمالك عشان دايما بيكون ختامه مسك زي ما بيقولوا. طيب، اول حاجه لفتت انتباهي بالنسبه للاهلي كولر. ليه كولر؟ هو مسار حديث السوشيال ميديا. كولر اتعمل لافتة واتحطت على كوبري مكتوب عليها 3 سنوات تساوي 11 بطولة. رسالة حب من جمهور الأهلي العظيم، نقدرك ونحترمك. تاني انا ليه بقول تاني وليه؟ معلش، انا بدأت بالاهلي عشان زي ما انا قلت ختامه مسك للزمالك. هقولها تاني، اللافتة اللي اتحطت في الشوارع من جمهور الاهلي رسالة حب من جمهور الاهلي العظيم، 3 سنوات تساوي 11 بطولة. تمام؟ طيب، امال الصورة دي ايه؟ ايه الصورة دي؟ عمرنا في حياتنا في تاريخ الرياضة المصرية ما شفنا مدرب يطلع بالشكل ده، وبالذات كمان لما يكون مش مصري، يعني ضيفنا في بلدنا. على فكرة انا مش بقول ده عشان انا اعلامية بنتمي للكيان الزملكاوي. على فكرة حتى لو كان ده حصل داخل اروقة نادي الزمالك انا كنت هطلع اقول نفس الكلام ده. انا كلامي واحد ما بيتغيرش. يعني ايه مدرب يوصل الحالة انه يبقى كده في الملعب؟ والحمد لله دي ما كانتش مباراة ما بين الاهلي والزمالك عشان يقولوا ان الزملكاوية هم اللي عملوا كده فيه، لا، ده هم عشان يقولوا ان الاهلاوية مش هم اللي عملوا فيه كده، قاموا جايبينها في مين؟ في المقصورة بتاعت الصحفيين والاعلاميين. وانا قلت ان دي سقطة تحتسب على ايمن بدرة الصحفي المتحدث الرسمي للجنة ضبط مشهد الإعلام الرياضي، لأن هو بينتمي للأهلي. فده طبعا غير لائق إن هو يكون غير مهني، وإن هو يبيع ضميره، وإن هو عشان ما يقولش إن الجمهور الأهلاوي هو اللي عمل كده مع كولر، فضل إنه يسيء لكل أفراد السلطة الرابعة، الصحفيين، يطلعهم هم اللي رموا الازايز على كولر ويخرج بالشكل الغير لائق ده. طيب،
في نقطة مهمة بقى بالنسبة لكولر، وانا الحمد لله كان ليا سبق فيها قبل ما كل القنوات تتكلم عنها. انا من يومين نزلت فيديو واتكلمت عن ازمة كولر، وان نادي الاهلي دلوقتي احنا بنتكلم في 11 مليون دولار في الوقت اللي فيه ازمة دولارية، وفي الوقت اللي الاهلي ما عندوش بطولة دولارية. هتقولوا لي ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا شيرين؟ يعني دايما الانديه بمنتهى البساطه كده هو يقولك انا عندي بطولات دولاريه وبحقق منها واللي 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 واللي، فما حدش يقول لي انت من اين لك هذا. مش مهندس تامر منور تسلم. محدش يجي يقول لي من اين لك هذا. طيب انا كمواطنه بعيدا عن انتمائي وكاعلاميه بقول لك من اين لك هذا. كابتن ابو الرد منور تسلم. من اين لك هذا؟ ليه؟ احنا في بلد عندنا حاليا يعني ازمات، بنمر بازمات، عندنا ارتفاع، لكن احنا بنستحمل لان احنا كمصريين رقم واحد واثقين في القيادة السياسية بتاعتنا، واحنا بنمشي ورا رئيسنا واحنا مغمضين وواثقين ان احنا في امن وامان. لكن لما تيجي تقولي ان في 11 مليون دولار بيتصرفوا بمنتهى السهولة دول، وانا اول واحدة على فكرة طلعت وسردتهم واتكلمت عن 3 مليون دولار خاصين بكولر، و2 مليون دولار للاعب اللي هو بن رمضان اللي لسه هيجي من المجر للنادي الاهلي. ده غير الرواتب طبعا بتاعه اللاعبين داخل النادي الاهلي، ده غير المدرب اللي هيجي جديد الخ 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 الخ. وبعد كده اتفاجئنا بالازمه الكبيره داخل النادي الاهلي اللي كانت غريبه قوي، ان هم اكتشفوا فجاه ان عقد كولر ممتد لسه للسنة الجاية. يعني هو هيكون ليه سنة و3 شهور. هل هم كانوا فاكرين ان 3 شهور اللي هم الشرط الجزائي فيدفعوا له شهر ويتراضى معاهم في شهرين، ولا ايه بالظبط؟ ولا اللي حصل مع كولر في الملعب ده كان ارهاب مقصود ليه علشان يمشي؟ صورونا الفكرة دي لسه جاية في دماغي. ما هو ده الذكاء الاعلامي برضه. ليه ما يكونش اللي حصل مع كولر في الملعب كان مدبر وكان مقصود وكان مرتب ليه علشان كولر يمشي؟ ان هم شايفين هي بطولات الاهلي صفر. احنا شايفين ان صفر، بطولات صفر او صفرية زي ما بيقولوا. فمنين كل ده؟ يعني ولا رابطة اخدت ولا كاس اخدت، والدوري الله اعلم. انتوا عارفين طبعا زيزو هيبقى وشه حلو قوي عليكم، ده غير لسه طبعا يعني ده يعني يا جدعان، ده حتى فترة القيد داخل النادي الاهلي مدوها علشان يلحقوا يسجلوا زيزو قبل كاس العالم. طبعا كل ده لسه مش عايز اطلع لموضوع زيزو، خلونا نقفل الاول موضوع كولر مع النادي الاهلي والفلوس اللي هي من اين لك هذا. اوعوا تفتكروا ان احنا هنسكت. كابتن محمد فرج منور. اوعوا تفتكروا احنا نسكت وما تقولوش علشان انت مالكيش دعوه بالاهلي وما تتكلميش على الاهلي. لا، انا مواطنه مصريه واعلاميه مصريه وبقول لكم اهو الاهلي من اين لك هذا. ما هي دي حقوق شعب برضو على فكره. الدولارات من شركات رعايه، كولر كان لازم يمشي. ماشي يا استاذ سيد، بتفق معاك. الدولارات من شركات رعاية. هل كل الدولارات دي من شركات الرعاية؟ طيب هي شركات الرعاية بترمي فلوسها في الأرض؟ طيب تعالوا كده نفتكر الفيلم الدعائي اللي اتعمل لبن شرقي أول ما جه واتصرف عليه واتعمل عليه بروباجندا الخ. انتوا كأهلاوية راضيين عن مستوى بن شرقي؟
اللي اندفع فيه ده كله ولحد دلوقتي دخل كام جول؟ طب الناس دي بتيجي بالمبالغ دي كلها ليه يا جماعه؟ ما هي المبالغ دي لما بتصرف على اللعيبه دي انتوا بتاثروا على الانديه الاخرى، اثروا عليها، ده طبيعي. طيب هو انتوا عايزين تلعبوا لوحدكم؟ يعني هل هو دلوقتي النادي الاهلي هو عايز يلعب لوحده؟ ولا احنا بنقول قطبي الكره المصريه الزمالك والاهلي والاهلي والزمالك ودول الديربي ودول المتعه المصريه بجد؟ هي دي روح المنافسه. وكل ما كان الفريق لاعبته يعني نازلين رجاله في الملعب الجمهور بيكون مستمتع، مش هيبقى فاضي يشتم في ده ويشتم في ده ويغلط، لا، ولا يضرب يحدف المدرب بالازايز، لا، هيبقوا قاعدين مستمتعين، وده بيشوف فريقه بيحارب وبيلعب وده بيشوف فريقه هي دي المتعه المصريه. انتوا رايحين لحد فين يا مصريين؟ رايحين لحد فين يا مصريين؟ هي مش مستاهله كل ده، صدقوني مش مستاهله كل ده. الخيبه في اللي بيدخل يشتم، هي دي الخيبه الحقيقيه. ان احنا كجمهور الرياضه اظهرت اسوأ ما فينا، اسوأ ما فينا. هو احنا البيوت المصريه كلها اهلاوي وزملكاوي؟ هو انا ينفع اطرد ابني عشان هو بينتمي لفريق اخر؟ ينفع اقاطع اخويا عشان هو بيشجع فريق اخر؟ يعني حاولوا كده يبقى عندكم وقفه مع النفس. ما تلوموش على الاعلاميين لما ينتقدوا بعد اذنكم. انا بنتقد الزمالك برضو، ما هو اللي بيحب ناديه هيقول له في الصح انت صح وفي الغلط انت غلط، عشان تبقوا فاهمين. فما تزعلوش ان انا بنتقد النادي الاهلي لان هو نادي مصري، وانا من حقي كاعلاميه ان انا انتقده طالما انا ما بغلطش فيه ومش بخطأ فيه. فاهمين؟ يعني انا دلوقتي لما باجي اتكلم على نادي انا دايما اقول انا بحترم كل الانديه المصريه. في لاعبين داخل النادي الاهلي بنحترمهم وبنحبهم، كابتن خطيب بنحترمه. قصه اللي بيحب نادي بيخاف عليه. انا مش بنتقد الاهلي عشان انا بخاف عليه، انا بنتقد الاهلي لان هو احد قطبي الكره المصريه. خدوا بالكم من النقطه دي كويس، علشان يعني المتابعين اللي بيتابعوني اللي هم اهلاويه يفهموا دماغنا شويه ويتضايقوا ان في فعلا اعلاميين زملكاويه راقيين. خدوا بالكم من النقطه دي. لا خد بالك، انا بتكلم برضو على الزمالك. اوعى تفتكر ان انا بنتقد الاهلي من باب البروباجندا او من باب ان انا اعلي الريتش، لا 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 خالص خالص. انا ما بسعاش للكلام ده خالص في اللايف بتاعي. انا بطول في اللايف بتاعي وبرد على الناس وبتفاعل معاهم ويعني بنحاول نطرح كل حاجة موجودة على الساحة. فانا من حقي ان انا انتقد النادي الاهلي لما يكون في اهدار للمال العام، لما يكون في خراب للرياضة المصرية. هنتكلم عن الزمالك ما تقلقش، بس بعد ما اقفل موضوع الاهلي. لا، اهدار مال عام، افساد للرياضة. قبل ما ادخل في نقطة ال3 نقاط هنتكلم عن ابراهيم فايق. مهم جدا نتكلم عن ابراهيم فايق. ابراهيم فايق في عز أزمة كولر قال لك انا هستضيف امير مرتضى، وطلعت واتكلمت قلت ازاي دلوقتي جاي تجيب امير مرتضى؟ واحنا كلنا طبعا نعلم الموقف اللي ما بين المستشار وما بين مجلس ادارة نادي الزمالك. فمعنى ان هو يجيب امير مرتضى ده معناه ان هيحصل يعني لبس شوية في التوقيت ان احنا داخلين فيه الزملكاوية على 6 مباريات مهمة، فده مش توقيته خالص. بصوا هما بيعرفوا يضربوا ازاي كويس.
بيعرفوا يضربوا ازاي كويس، زي ما ضربوا قبل ماتش ستيلنبوش. قبل ماتش ستيلنبوش عرفوا يضربوا كويس، عرفوا يحطموا معنوية اللعيبة، عرفوا يأثروا على الجمهور، وده كلنا شفناه صوت وصورة لما طلعوا واتكلموا على عقد زيزو، وان زيزو ماضي مع الاهلي، ويعني عرضوا كل المستخبي في توقيت كان صعب قوي 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 قوي. ففي التوقيت ده ابراهيم فايق احنا بنقول ان هو اعلامي غير محايد، لان هو معاه كل الامكانيات اللي تخليه يكون اعلامي محايد. ايه اللي يمنعه؟ انه على قناة معروف مين اللي بيسيطر عليها ومين اللي بيتحكم فيها، فاصبح هو كمان بيبحث عن طريق واحد بس، طريق الفلوس. لما جاب امير مرتضى، امير بوظ المخطط، انه اتكلم عن الزمالك واتكلم عن الحاجات اللي تخصه. مش دي برضو المشكلة على فكرة، هي مش دي المشكلة خالص، بالعكس. انا قلت النهاردة في فيديو ليا، قلت شابوه الزملكاوي اللي هيطلع على القنوات دي ويبوظ مخططهم لإفشال او اللعبة على الضغط قبل المباريات. بنرفع عليه قبعه وبنقول له شابوه، ان الناس دي بتكون عارفة هما بيعملوا ايه. طلع ما ادالوش الفرصة. مشكلة بقى مش في كده، مشكلة بقى مش في كده، هي المشكلة بقى ان بعد الحلقة قال لك انا مش هعرض الجزء التاني، وغالبا في كمان حاجات اتشالت من على اليوتيوب. للدرجة دي؟ طب يعني ما كنتوش تظهروا نفسكم قوي كده؟ يعني انت ابراهيم فايق ظهرت نفسك قوي 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 لما انت قلت مش هطلع جزء تاني، مش هيتعرض. يعني طب يعني للدرجه دي يعني الموضوع كان صعب قوي كده؟ طبعا انت كده يعني بتأثر على مش هقول بقى تاريخك، لان تاريخك ده انت ما عملتوش بتعبك، انت عملته يعني بمساعدة الاخرين. بس غلط طبعا اللي انت بتعمله، ولازم تبقى عارف ان احنا كزملكاوية ما بنتفرجش عليك حبا فيك، لا احنا لازم نتفرج على اللي بيعادينا عشان نعرف نرد عليه كويس، ونعرف نطلع نقولك ان انت كده غلط. كله بيحاول هدم الزمالك، استاذ سمير، كله بيحاول هدم الزمالك، عشان كده الزمالك برغم مشاكل اللي عنده دي كلها لكن واقف وصامد. استاذ فتحي بيتابعنا من تونس، ويعني انا بكون زعلانه لما احنا حتى في الدول العربيه بيشوفوا ان اخبار نادي الزمالك عامله بالشكل ده. يمكن كانت اكتر حاجة مهمة هو موضوع كولر بالنسبة للأهلي. وعلى فكرة بالنسبة لنتيجة الأهلي النهاردة مع بتروجيت 3-2 دي أنا شايفة أنها يعني نتيجة مش كويسة ومش قوية يعني. وهو دايما ما بتحاول ان انت يعني تضر حد اكيد الضرر ده هيلف ويرجع ليك، يعني هي حاجة معروفة ما فيهاش كلام. نقفل بقى موضوع الاهلي علشان يعني مش عايزين نطول اكتر من كده. ندخل بقى طبعا في الزمالك. عندنا مباراة الزمالك والمصري بكرة ان شاء الله.
بنتمنى طبعا النصر والفوز لنادي الزمالك دايما. الزمالك بجمهوره، دايما الزمالك بمن حضر. اتمنى طبعا كل الناس تحضر المباراة وتشجع فريقها. مباراة مهمة. موضوع حسام عبد، اوعوا يا زملكاويه يكون فخ تقعوا فيه النهارده. اوعوا 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 اوعوا، لان ما شاء الله يعني الفخ على طول موجود وعلى طول مستمر. السلام مساء الفل، عليكم. عامل ايه؟ السلام اتكلم كده عشان عليكم. اعمل تيست على الصوت. مساء الخير يا أستاذة شيرين، الله ينور عليكي وعلى شغلك، ربنا يبارك لك. إيه الأخبار؟ سامعاني كويس؟ سامعاني كويس؟ الصوت كده الصوت كويس، سامعك. واصل كده عندكم؟ اه تمام. احنا طبعا الصوت عايزين واصل كده ولا نتمنى لسه؟ بكره. انا سامعاك طب اللي في كويس. التعليقات يقول لنا الصوت واصل كده. أستاذ طمنونا على أستاذ الصوت خالد يا جماعه. الشرقاوي والله. لا لا لا، سيبك، ما تردش عليهم. مساء الفل يا علاء، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. السلام عليكم. انا سامعاك كويس. السلام عليكم، سامعاني كده كويس؟ طيب انا في ناس سامعاك بتقول كويس. صوت كويس أهو. طب تمام. احنا طيب تمام. طبعا اهم حاجه في بص بدايه يا أستاذ اللايف شيرين، عايزين باختصار عايزين نتمنى خمس دقايق عشان الفوز أخرج بس حضرتك بكره تكمل الحلقة للزمالك. بتاعتك. احنا عايزين نقول المشاكل بقى اللي متصدرة للزمالك دي. مم. تحيه خاصه لكم من باريس، والله اهلا وسهلا يا استاذ عبد لعيبه الله. الزمالك الموسم ده برضه ما عندهمش حجه بقى خلاص، يعني هم البحر من امامكم والعدو من خلفكم. يعني مم. اعملوا وطلعوا كل اللي عندكم عشان تثبتوا نفسكم وتثبتوا ان انتوا من غير زيزو او بزيزو انتوا فريق كبير. هي واضح بس ان الشبكه مش تمام. اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بيك. تابعنا من باريس طبعا، ده حاجه طبعا غاليه غاليه طبعا. الزمالك يكسب بكره وتفوز في زيزو. الزمالك هو عمل وعمل. طبعا طبعا. احنا الزمالك ما بيقفش على حد. الزمالك ما بيقفش على حد، معروفه. مفيش نادي يا جماعه بيقف على حد. هي كده. مفيش نادي بيقف على حد. المشكله اللي حاولوا يصدروها النهارده بخصوص حسام عبد المجيد، يعني انا مش عارفه بصراحه هم بيطلعوا منين. بيطلعوا منين وبيحاولوا يصدروا لنا المشاكل دي. بس ان شاء الله فوز ونصر الزمالك بكره ان شاء الله. وبالنسبه طبعا لموضوع القيد، مشكله القيد هيتم حل جزء منها، ولسه في جزء طبعا في ازمه في موضوع باتشيكو. يعني نادي الزمالك طبعا بيحاولوا ان هم يطولوا شويه في موضوع الاوراق على امل ان هم يقدروا يوفروا الفلوس. لان فعلا موضوع الازمه الماديه داخل نادي الزمالك للاسف دي غصب عننا، غصب عن الزمالك، الازمه الماديه اللي بتحصل فيه.
وطبعا محبين نادي الزمالك في رجال الاعمال يعني اكيد اكيد هم موجودين، مش هيتخلوا عن نادي الزمالك. هي الشبكه وحشه عندك يا كابتن محمد؟ لا انا ظبطت الشبكه، انا فتحت البيانات اهو كمان عشان اشتغل ادخل اشتغل كويس. تابعيني كده. انا سامعه الصوت بس اتفضل. الصوره مش موجوده ليه؟ لا هو طالع لي الصوت بس. طيب نتكلم نقول الكلمتين اللي عندنا عشان نخرج. اتفضل. استاذ عطيه بيقول لي استاذه شيرين احنا اللي بنساعدهم على كده. بنساعد مين؟ تقصد اللعيبه؟ اكيد تقصد طبعا اللعيبه، صح كده؟ الجمهور لما بيعلي قوي من اللاعب بعد كده بتحصل له حاله من التكبر. بس طبعا دي يا جماعه يعني احنا مش بنساعدهم، ايوه احنا بس هي هو في مشكله، الكاميرا ما بتفتحش. مم. مش م... مش مشكله الكاميرا، نتكلم. تمام، ماشي ماشي يا كابتن محمد، اتفضل. طب تاني بص اخرج. استاذ عطيه بيقول لي صح. تقصد ان الجمهور هو اللي بيخلي اللاعب يعمل كده؟ والله بص، خلينا نقول ان هي بتكون حالات فرديه، بس انا شايفه ان الاهلي يتحمل المسؤوليه، لان لو ما كانش الاهلي اتدخل في موضوع زيزو بالشكل ده كان زمان زيزو مكمل معانا. وطبعا كان من المؤكد ان النادي اللي كان جه من السعوديه لزيزو ده كان مجرد كوبري يعني ان هو يروح من هناك للاهلي. ولما الكوبري ده ما نفعش مع مجلس اداره نادي الزمالك فقال لك خلاص بقى ما بدهاش، احنا هناخد زيزو على الوضع ده، يعني هناخد زيزو. ف دي بالنسبه لازمه القيد داخل نادي الزمالك. وطبعا الزمالك عنده بكره مباراه مهمه، وهتكون في استاد برج العرب. وان شاء الله الجمهور الزملكاوي طبعا زي ما انتم عارفين هو ورا نادي في كل مكان، ونتمنى لهم طبعا بكره الفوز ويطلعوا طبعا بنتيجه مرضيه تسعد الجمهور الزملكاوي. يعني ان شاء الله ربنا ينصرهم بكره ان شاء الله، مع ان يعني الدنيا ضعيفه معانا بكره يعني. كده البث تمام اهو الحمد لله. تمام. استاذ فتحي احنا بكره هنلاعب المصري برضو، يعني المفروض ان احنا بكره الزمالك هنلاعبه، والاسبوع الجاي الاهلي هيلاعبه. وبالنسبه لموضوع الثلاث نقاط اللي لسه متاجله، ومعرفش ليه هي كل حاجه لما بتيجي على الزمالك تتاجل. وده بقى حقنا كزملكاويه، بقولها لكم اهو، احنا كزملكاويه حقنا مهدور. فين وزير الشباب والرياضه؟ فين الدوله؟ لما الزمالك انسحب قبل كده تم توقيع العقوبات عليه بشكل فوري. ليه لما الاهلي انسحب؟ قصدي اعتذر. بس الاهلي انا ما انسحبتش، انا اعتذرت. وعلى فكره قبل كده لما انا عرضت الموضوع ده قلت يا سلام، انا مش هروح شغل واقول لهم ايه اصل انا معتذره. السلام عليكم. كل حاجه الزمالك مهدور حقه للاسف. 3 نقاط هناخدهم امتى؟ اللي هم اصلا هيأثروا على نتيجه الدوري. منتهى البجاحه، انا مش هسميها الا كده، دي اسمها بجاحه، انها متعلقه ال3 نقاط لحد بعد
ماتش الاهلي والمصري يبداوا يقولوا ايه مصير الثلاث نقاط. طيب فين مجلس اداره نادي الزمالك؟ استاذ عطيه لسه هو بيقول فين الاداره؟ فين الاداره؟ فين مجلس الزمالك؟ فين؟ انا كان عندي واحد دلوقتي اهلاوي معانا على اللايف بيقول لي ما اشوفك لما تتكلمي عن الزمالك. اسمع، انا بقول فين اداره نادي الزمالك اللي سايبين حق النادي وسايبين حق الجمهور وسايبين حق الفريق. عبد الله السعيد هيجدد ولا لا؟ لحد دلوقتي ما فيش جديد. خدوا بالكم الفتره الجايه في لعيبه هتمشي من نادي الزمالك وفي صفقات هتيجي. المفروض هيكون في 3 صفقات اجانب وفي لعيبه هيمشوا من النادي وفي لعيبه هيتم طبعا خروجهم للاعاره وفي لعيبه هيتم تسويقهم. طبعا انا اتمنى ان عبد الله السعيد يجددوا له لان هو فعلا يستحق. والله احنا بنتكلم ننتقد الزمالك اكثر من الاهلي. مرام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرام منوره اللايف ونفسي تنضمي كده معايا. كده البث مظبوط اهو. تمام. اتفضل. سامعاني كده؟ اتفضل. طيب احنا بس هنقول كلمتين دلوقتي. المشاكل المتصدره للزمالك ديت لو جينا نرجع بالزمن خطوتين 3 كده. الموسم اللي فات، نهايه الموسم اللي فات، حد فاكر نهايه الموسم اللي فات كان حصل ايه؟ الزمالك كسب الاهلي. الزمالك اللي هو صاحب الازمات والمشاكل اللي ما عندوش فلوس كسب الاهلي 2-1 في استاد القاهره بهدفين سيف الجزيري. تمام؟ حصل ايه؟ قال لك ده مباراه 3 بونت وكده كده الاهلي بيلعب في افريقيا وهيخلص الدوري. وبالفعل الاهلي خد الدوري السنه اللي فاتت. الزمالك انسحب قدامه الماتش الثاني اتخصم منه 3 بونت. حتى 3 بونت للاهلي نهايه الموسم اتخصم منه 3 بونت. اذا والاهلي خد الدوري. تمام؟ قال لك ده ماتش ب 3 بونت ومش عارف ايه. نزلنا في بدايه الموسم ده او نهايه الموسم اللي فات كنا احنا خدنا بطوله افريقيا مع جوميز كونفدراليه. نزلنا بدايه الموسم غلبنا الاهلي في السوبر الافريقي بضربات الجزاء، هدف ناصر منسي الاسطوره. تمام؟ بعد كده اتلعب السوبر، دوره السوبر في الامارات. احنا كسبنا بيراميدز، هم مش كسبوا فريق تقريبا سيراميكا او فريق من دول كده، واتقابلنا في النهائي وهم كسبوا بضربات الجزاء. تمام. حد واخد باله؟ احنا قلنا برضو يوم زيزو، يوم مشكله زيزو الكبيره دي من اسبوعين، قلنا احنا اللي واضح ان الزمالك اللي واقع ومحطوط عليه وعنده مشاكل والاهلي ماشي كويس. بس في الحقيقه ده كله بروباجندا اعلاميه. في الحقيقه مفيش اهلي اصلا السنه دي. مفيش اهلي يا جماعه، انتوا مش واخدين بالكم. تصدير المشاكل للزمالك ليه؟ انت السنه اللي فاتت الزمالك الوحش ده واخد 2 بطوله قاريه، منهم واحده على حساب الغريم التقليدي اللي هو اهلي، اللي هو فريق الدوري والافريقيا والبطل والمليارات اللي عنده، وكسبناه. الماتش ده كركب الدنيا للاهلي خالص، بهدل الدنيا بهدله جامده، خلاهم بعتوا يجيبوا صفقات ويفاوضوا لعيبه الزمالك وقلبوا الدنيا. عملوا ايه بعد الماتش ده؟ بعد السوبر الافريقي عملوا ايه؟ بعتوا جابوا بن شرقي علشان مكايده في جمهور الزمالك. بن شرقي جاي لهم مصاب في الاماميه وقعد اسبوعين يجهزوه عشان يلعب ماتش الدوري قدام الزمالك. لاحظوا بس اللي بيحصل عشان ايه؟ الناس تبقى فايقه يا جماعه. الناس اللي بتقول احنا بنتكلم عن اداره الاهلي، والله احنا بننتقد اداره الزمالك اكتر من اداره الاهلي وهنيجي يوم خدوا بن شرقي لعبناهم في الدوري، اتقدموا على 1-0، جبنا بهدف بن شرقي، جبنا احنا جون التعادل ولعبنا عليهم ماتش كنا هنكسبهم. حتى في كوره جت زيزو يحطها جون قامت خبطه في ظهر ناصر منسي والماتش خلص اصلا. واحنا بنجيبه، احنا كنا لسه هنجيب الثاني. تمام؟ اذا الزمالك ما كسبش الاهلي ما كسبش الزمالك في الدوري داخل في السنه الثانيه، سنتين موسمين كاملين. الاهلي بمليارات ونجومه والمدرب اللي معاهم بقاله 3 سنين والاداره اللي معاهم بقالها 15 سنه ما كسب ولا كسب بيراميدز ولا كسب فريق كبير في افريقيا. جم قدامنا في ماتش الدوري خافوا يلعبونا.
انسحبوا. بعد ما انسحبوا حصلت ازمه عندهم مش عارف ايه، صدروا لنا ازمه ثانيه اسمها احمد سيد زيزو. هو انا ذنب انا ايه؟ هو انت كل ما حصل لك مصيبه او كارثه تجيب لنا المصيبه عليا؟ وقلنا يوم الكارثه بتاعت زيزو، قلنا الزمالك لسه بينافس على الدوري وبينافس على الكاس، والاهلي ممكن ياخد افريقيا ممكن لا، فهو خرج من بطوله افريقيا. اذا هو خرج من جميع البطولات حرفيا هذا الموسم، يبقى ما عندوش مشاكل. الفرق بين جمهور الزمالك وجمهور الاهلي يمكن اتكلمت فيها من زمان، وانا بزكي فيها جمهور الاهلي. يمكن حد يزعل مني، انا بزكي جمهور الاهلي فيه. المشكله فين؟ احنا جمهور الزمالك ما بيضحكش علينا، الاداره ما تعرفش تضحك علينا، ما فيش مدرب يعرف يضحك علينا، ما فيش لاعب يعرف يضحك علينا، احنا مركزين وبنشوف وبنحلل وبنقيم. الاهلي لا، الاهلي مش هنا. جمهور الاهلي الا ما رحم ربي مغيب. بصراحه انا اسف، قطيع ماشي ورا ادارته بس. يعني عندك مشكله كره والع... والسنه اللي هي شرط جزائي، والشهرين دولت 3 مليون يورو، 3 مليون يورو. راح عامل لك صدر لك انت مشكله عندك، وابراهيم فايق وشوبير والناس كلها جابت ايه؟ ازمات في الزمالك واداره الزمالك محترم وامير محترم، انا عارف كده اصلا من زمان. وهو ده تمام. الاعلام فهو السياسي. الشاهد في الموضوع ان الاهلي مش موجود السنه دي. الناس اللي بتقول انتوا بتتكلموا عن اداره الاهلي ليه؟ ما هو الفشل اللي انتوا فيه ده بيجي علينا. صح. استاذ عصام، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عطيه، احنا بنفهم كوره كويس جدا. هرد على سؤالك يا استاذ عطيه. انت سالتني سؤال، قلت لي انت ليه مش بتقدمي برامج على قناه الزمالك، مع ان طبعا واضح ليكم ان انا يعني بعرف ادافع كويس عن النادي وعن الكيان الزملكاوي. طيب انا ليه مش بطلع على كيان الزملكاوي، مع العلم ان انا كنت برنامجي الانتخابي ملف تطوير الاعلام الزملكاوي كقناه وكسوشيال ميديا يعني الاعلام مش قناه بس، اعلام عندك موقع وعندك سوشيال ميديا وتربط بيه كمان بقى التسويق، وتربط بيه حاجات كتيره جدا. لكن انا تم رفضي عشان انا حصلت على يعني انتخابات كويسه يعني اصوات كويسه في الانتخابات. فعشان كده انا قلت قبل كده ان الزمالك بيقفل بابه قدام الكوادر الكويسه، وده عكس الاهلي، وده عكس الاهلي. عشان بس يعني ايه نقول كلمه حق برضو في الاهلي. شابوه للاهلي كاعلام. الاهلي بيشتغل اعلام كويس جدا 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 جدا. الاهلي بيشتغل اداره كويس فيما عدا موضوع زيزو. يعني انا لحد قبل موضوع زيزو انا كنت بقول الاداره تمام، الاعلام تمام، النشاط الاجتماعي تمام. الاهلي بيفتح فروع جديده زي الفل. ده انجاز ونجاح ما اقدرش انكره. عشان بس ايه نبقى فاهمين وكلامنا واضح. فانا مش في قناه الزمالك، لان مجلس اداره نادي الزمالك مش عايز يحط ايده في ايد الكوادر الزملكاويه. انا ما كانش عندي برامج رياضيه، كان برامجي عقارات وتوك شو. اشتغلت رياضه عشان ادافع عن الزمالك. بمناسبه البطوله اللي هتتلعب في الامارات، انا واحده من الناس ضد ان الزمالك يطلع يلعب تاني في الامارات. انا ضد ده. فانا الحمد لله عندي برنامج رياضي اللي بطلع وبدافع عن نادي الزمالك على قناه اخرى، ودي قوتنا، القوه اللي نادي الاهلي يشتغل عليها. سامعني كده؟ موجود انا كده الاهلي على البث صح؟ اعلامه في كل القنوات
بره حتى قناه الاهلي. بصوا قناه الاهلي دي واخدانا غسيل وشطف ومكوى ومحدش بيمنعه. ابراهيم فايق هكذا، الوحيد اللي وقفه امير مرتضى، راجل والله راجل يا امير في ان انت وقفته عند حد. تمام. بقيت القنوات كلها مرشقين فيها اعلاميين وبيدعمهم الاهلي، لكن مجلس اداره نادي الزمالك للاسف عنده على قناه الزمالك اي ضيف بيكون داخل بياخد تعليمات ما يجيبش سيره الاهلي. ليه؟ الكلام ده غلط واحنا ضده، لكن هنعمل ايه؟ ده الوضع الموجود حاليا. الجمعيه العموميه شافت وعرفت الحلو والوحش في مجلس ادارتهم. لما يبقى في انتخابات تانية ده قرارهم، ده قرارهم يختاروا او ما يختاروش. بس انا اتمنى ان تفضل قناه الزمالك لسه موجوده وما تضيعش مننا، لان القناه دي لو ضيعوها انا واحده من الناس اي حاجه تخص الاعلام مش هسكت. فانا اتمنى بس ان احنا نفضل محافظين على القناه دي ونفضل محافظين على حاجات كتيره قوي لحد ما تعدي مده المجلس دي على خير. اتفضل يا كابتن محمد. انا سامعني كده؟ صح؟ مبسوط. طيب بالنسبه لان حضرتك مش في قناه الزمالك، هو اصلا ما فيش، انا عارف ما فيش قناه في الزمالك يعني بصراحه، ولا اعلاميين ولا فيها حد. القناه ما عادش حد يتفرج عليها، ده فيها واحده عضوه في النادي. ما ينفعش، مش نافعه تبقى عضو في اداره النادي وانت بتقدمي برنامج يخص العاب الصالات، يعني ما ينفعش طبعا. تاني حاجه، الاخ بتاع بالليل اهلاوي، والاخ محمد ابو العيله طبعا الاتجاه كاره اداره وبيمجد في اداره، وده طبعا غلط. بالنسبه للاهلاوي اللي معانا محمد ما جلوت بيقول امام عاشور يا رايق البيضه بتضايق. طب انا هقول لك على حاجه يا استاذ محمد، يا اهلاوي امام عاشور وما احسن لاعب في كانش مصر. الغرور، انا زملكاوي بقول وما لك امام كانش عاشور الغرور اللي احسن عنده، لاعب في مع مصر. ان خد بالك هو لاعب ساعات الكوره الكويس. هو مش غرور، انا عايزه اجيب لك الوصف بالذات بتاعه. هو عنده حته، مش عارفه اجيب وصفها، عنده بص حته كده اللي هو ايه، اه كل ما شتمته بيأدي اكتر. استاذ عطيه، مع احترامي لمقدمي قناه الزمالك، بشعر انهم مش زملكاوي. استاذ عطيه الصله العقليه مينا مع احترامي ليه ما هوش شرف زملكاوي، البريد. اهلاوي. مش عايز اتكلم اكتر من كده، فمش عايز اخش. اهلا يا استاذ عطيه، اهلا بيك. الاستاذ محمد الشرقاوي طبعا اهلاوي، وقال من شويه انتوا ما بتتكلموش عن الزمالك، بتتكلموا على الاهلي. لا والله يا حبيبي، ده احنا اكتر ناس بنقول اداره الزمالك اداره فاشله، قلناها وش كده. بس اداره فاشله، بس كقيم واخلاق ناس محترمه بامانه. يعني الحاجه الوحيده اللي انا ملاحظها على الكابتن حسين لبيب ان هو انسان محترم مؤدب، حتى المتحدث الرسمي ناس مؤدبه. انا مش عارف ليه الاهلي بيحارب الزمالك حاليا. حصل. يعني انت الناس دي حبايبك يا خطيب، ودخلت وفرجوا لك السجاده الحمراء، وبعدين قعدت لا مؤاخذه باللغه العاميه تخيط فينا وتاخد مننا لاعب، وكل ما نفوض لاعب تروح تشتريه. انت ما بتستغلش اموالك الكتيره دي تشتري 2 3 لعيبه من افريقيا، لعيبه محترمه، تطلع 2 3 لعيبه من مصر، في لعيبه كويسه قوي. يعني عمرو الساعد لو استغليته احسن بكتير ما كنت جبت بن شرقي وامام عاشور وقفشه اللي انت مقعده بره ده. ولذلك كل ما الاهلي بيزود لاعب او نجم جديد، عقد الفريق فرط. انا قلت يا جماعه الكلام ده من اسبوع، والحمد لله كلام اتنفذ اهوت. العقد فرط بتاع الاهلي. انت السنه اللي فاتت كولر كان واخد بقفشه وحسين الشحات وطاهر، واخد كل البطولات، واخد الدوري وبطوله افريقيا، لحد ما جه نصر المنسي عمل معاهم الجلاشه وخلاهم ايه بيكلموا نفسهم. فنصر المنسي اللي بوظ لهم الليله دي. نتكلم بقى في حته زيزو عشان نقفل القصه. زيزو اداره الزمالك بتطلبه يجي يحضر، فبيقول لهم امنوني، والمحامي بتاعه بيدعي ان الزمالك ان النقطة دي اداره بس يا الزمالك حاولت محمد تمضيه او هستأذنك ترهبه عشان عشان انا يجدد كنت غصب كاتبه عنه. لهم عنوان بس في اللايف، وده ممكن يكون حصري اول مرة تسمعوه بقى، ان اعضاء الجمعية العمومية، اعضاء الجمعية العمومية اتفضل، داخل نادي فكرتك انا. الزمالك بيمضوا دلوقتي توكيلات ضد
زيزو، علشان هو كده بيتهمهم بشكل غير مباشر بالبلطجه، واحنا مش بلطجيه. وبعدين ما فيش حاله مثبوته يا استاذه على ان حد اعتدى على زيزو اصلا، ما فيش اي حاله هم مثبوته. غلطانين واتحاسبوا والصور اتشالت واتحطت تاني، طبيعي. هم عملوا كده، غلطوا والغلطه اتصلحت، شالوا الصور تاني وحطوها. برضو احنا بنقول ان في اهلاويه مدسوسين داخل نادي الزمالك، هم واقفين مستنيين الصور تنزل. يا استاذ محمد، يا استاذ خالد الشرقاوي، ولا عمرك سمعت حد من اداره الاهلي طلع يتكلم لما تقول اداره الزمالك محترمه؟ طب يا حبيبي، انا لما اقول اداره الزمالك محترمه فده ما قلتش ان الاهلي اداره الأهلي مش محترمه اخلاقيا. احنا بنتكلم في الاخلاق مش في المعاملات. بقى المعاملات اللي احنا شايفينها من الاهلي لا، ما فيش اي اخلاق ولا اي احترام، معلش. وانت عمرك ما انتقدت الاهلي، انت بوضعك ده عمرك ما انتقدت الاهلي. انتقد يا اخي الفشل المادي، انتقد الفشل الفني. كل الخروج من البطولات ديت، انتقد ان انت بتضاعف المنافس بتاعك اللي هو الزمالك، المنافس اللي انت لو بتدور على منافسه. انا ولا اعرفك ولا انت يعني تعرفني. انت ما تقعد تتفرج على ماتش للاهلي والزمالك، ولا تتفرج على ماتش نهائي ما بين الاهلي وبين الوطي يا استاذ ياسر، صوتي ولا صوت ده غير طبعا احنا ولا صوت قعدنا الاستاذه؟ نسمعه ويقول لك ان بيراميدز هيجيب جمهور وهيدي كل واحد من الجمهور 500 جنيه وهيديله وجبه وهيديله تيشرت وهيديله ان يبقى فيه بعد كده كل المواقع اللي تخص بيراميدز مجانيه. يعني بيراميدز هيشتري كمان الجمهور بفلوسه. انت كجمهور، ايوه، انا قلت الكلام ده من فتره. هيجيب جمهور يا جماعه، ده هو اصلا كفايه يعدم مجموعه الاسر اللي موجوده اصلا حواليه، يعني اسر اللاعبين والادارات. اولا هيروح يشجع بيراميدز؟ ايوه، ده مش جمهور، ده دول الناس اللي في الشوارع اللي انت تقول له خد فلوس ووجبه. يا استاذه شيرين، لا، هم بيصدروا لنا ان جمهور الزمالك بيدعم بيراميدز. تعالوا بس نتكلم في نقطه الدعم عشان تختلف. في افريقيا هم مش هياخدوا مكاننا، هم بيصدروا ان هم طيب نهائي افريقيا حاجه يا فندم، تمام، بس احنا عايزين نفرق بين نهائي افريقيا والدوري. نهائي افريقيا اصلا ايه؟ الوزير والوزير والدوله كلها بشكل عام بصوره عامه لازم تدعم بيراميدز. يعني انت لو جبت السيد محمود الخطيب والسيد حسين لبيب وقعدتهم جنب بعض كده ومع الوزير وقلت لهم يا جماعه هتشجعوا مين في نهائي افريقيا؟ هيقول لك هنشجع بيراميدز. ايوه دي حاجه. نخش بقى اللي اسمه شريف ده، انا اتكلمت فيها قبل كده يا جماعه. ايوه، بس بصراحه ما يرضي الله، يعني لو بيراميدز اتغلب في نهائي افريقيا انا كزملكاوي وانت كاهلاوي ما حدش هيزعل، واحتمال ناس تفرح من الاخر، يعني عشان احنا ناس فير في الكلام. تزعلنا. تمام. النهارده بقى التصدير بقى ان انت بتشجع بيراميدز انه ياخد الدوري. اولا يا جماعه غالبا كده بيراميدز خد الدوري، يعني حتى كتب النهارده ما عادش الا 5 ماتشات او 4. لو يعني ما اعتقدش بيراميدز هيتغلب 2 منهم او 3. ما هو انت عشان الاهلي يجيبه محتاج يتغلب 3، عشان الزمالك يجيبه محتاج يتغلب 2، لان الزمالك اقرب لبيراميدز من الاهلي. فلذلك الزمالك يتمنى تعثر بيراميدز والتعثر الاهلي عشان ياخد المركز الاول او على الاقل المركز الثاني. انما الاهلي شرعا الثالث. الزمالك كسب بكره، لو الزمالك ما كسبش بقى يبقى بصراحه يخصموا بقى بنقط، ما يخصموش قصه منتهيه. استاذ محمود احترم نفسك. ده الجمهور الزملكاوي ده بيدخل يهد الاستاد، ده بيهد الاستاد. ده احنا عندنا رجاله ياكلوا الزلط. لا الرابطه يا ابني ده يا ابني ده انت ما تعرفش تبقى عضو في الرابطه يا ابني. ده احنا ده الرابطه دي الواحد في الرابطه بمقام لاعب كوره. يا ده شوف التوفو بتاع الرابطه، شوف الشغل ده مهندسين، احنا ده مهندسين. ده انتوا بتيجوا تعملوا زينا بيطلع منظركم وحش. يعني يكون الراجل ده الاهلي والزمالك قطبي الكره المصريه، ما يدخلش فيهم فريق ثالث. يا استاذه شيرين ما تتعبيش قلبك، هو جمهور الاهلي
في لجان ممشياه بتقول له ان الزمالك ده ملوش لازمه في الوجود. انا بنت التلفزيون المصري ما بيأثرش معايا الكلام ده خالص خالص. انت اللي هتضحك الناس عليك، وانت اللي هتخلي نفسك كده يعني شكلك مش كويس، واحنا هنقعد نضحك على اللي انت بتعمله ده. ان احنا ناس راقيه بنتكلم كلام راقي محترم. الناس بتشوفنا من بره مصر هياخدوا انطباع ان يعني جمهور الاهلي بالشكل ده. ده ده في وش ناديك، في وشك مش في وشنا احنا. ده كل الناس اللي بتتابعنا شايفانا ناس محترمين وراقيين. يا استاذ محمد، انت انسان محترم على فكره، بس يعني الاهلاويه دلوقتي بيقللوا من شأن الزمالك وجمهور الزمالك كده. على فكره عيب اللي بيحصل ده في السوشيال ميديا، مش حضرتك يعني. الزمالك هيفضل كبير، وماتش القمه هيفضل ماتش كبير، وانت اصلا بقالك سنتين بتتغلب مني. يعني انا ما بغلبش حد، بلعب حد دلوقتي كويس قال له قدام الزمالك قدام الاهلي. دلوقتي احنا عشان بس نقفل بس قصه زيزو كمان في الاخر. هم زعلانين ان احنا بندور على حقنا في زيزو. احنا يا جماعه بندور على حقنا في زيزو، بندور على حقنا. هو بقى يروح الاهلي، يروح يا رب يروح الاهلي دلوقتي ويلعب في كاس عالم بالهنا والشفا. بس احنا بندور على حقنا. الراجل ده عامل اعلانات الزمالك بالنسبه فيه. الراجل ده بقى له شهر متغيب، هيبقى متغيب شهرين لحد نهايه فتره الموسم. متغيب شهرين تمرينات، انا ما استفدتش منه ب7 ماتشات، كان ممكن يجيب لي بطولات بيهم. انت هربته من عندي. انت اصلا الاهلي ما تقدرش تعلن ان انت مضيت زيزو دلوقتي. دي قصه، فكده قصه زيزو انتهت. انا بدور على حقي، انا مش عايز هو شخصيا. نخش بقى على حته ان هو تاجيل ماتش الكاس يا استاذه شيرين. ماتش الكاس يا استاذه شيرين هيبقى يوم 20 نهائي افريقيا في الماتش الاولاني في صن داونز. انت عارف يوم كام؟ 24. بالعقل كده، بالعقل. سيبك من اداره الزمالك وجمهور الزمالك. الناس بيقولوا جمهور الزمالك واداره الزمالك متعاطفين مع بيراميدز، وناس ثانيه بتقول لك ايه ان الزمالك مرحب. احنا مش لناش اي تاثير عشان نبقى عارفين. احنا مش هنجامل على نفسنا يعني. احنا ما اصلا اتحاد الكره لازم ياجل الماتش، ولجنه الانديه تاجل الماتش. ده ماتش كاس، ده بيراميدز ممكن يسيب لك الماتش اصلا وينسحب كله ببعضه عشان من نهائي افريقيا. من الاخر يعني، هو نهائي افريقيا ولا كاس مصر يا جماعه؟ وبعدين للاسف او اللي حصرهم بقى ان بيراميدز ورطهم لما صعد النهائي. فانا مش عايز اجل. انا كجمهور الزمالك مش عايز اجل ماتش الكاس. يا ريت ماتش الكاس يتلعب في نفس ميعاده. انا ماليش دعوه ببيراميدز، بس الدوله لازم تتدخل. ما هو بيراميدز ده فريق مصري دلوقتي، واخد بالك؟ فلازم ماتش يتاجل. ماتش الزمالك قال لك انتوا اجلتوا الماتش، وبيقولوا لنا بقى عشان زيزو ما يروحش، يكون الموسم انتهى وزيزو ما يروحش الاهلي. لا يا عم، يعني دي مالهاش دعوه بدي. خلاص. هو انا كده الماتش لازم انا يتاجل. عايزه اقول لكم حاجه صح ولا على لا؟ فكره اهلاويه. احنا الماتش يوم بالنسبه لنا زيزو خلاص صفحه واتقفلت. لكن النادي ليه حق ياخدوا حقهم ويبقوا رجاله، يسيبوا حقهم وهيبقوا ضيعوا علينا حقوق. بس دي قصتنا احنا بقى. ده احنا اصلا بندعم الاداره زي ما لومنا على الاداره في ملف زيزو، وقلنا ان هم برضو اثروا في الملف. احنا دلوقتي بندعم الاداره في انها ما طبعا تسيبش طبعا يوم ولا ساعه من حقنا في زيزو. يروح بقى الاهلي، طبعا. يروح العين، يروح الدفاع اي عن حته التنظيم تعجبه. وعن احنا مش المباريات هتفرق معانا، اقسم بالله ما عاد فرق طبعا معانا. على النتائج مباريات، وليه تأثيرات كتيرة قوي، وفي جزاءات هتتوقع عليه. ده غير الجمعية العمومية يا اللي استاذه رفعوا ضده تاثيرات، قضية. يا استاذه شيرين، يا استاذه شيرين، لما الفريق الليبي كان بيعمل اعتزال لاعب في ليبيا من 3 4 شهور، لما رحنا لعبنا ليبيا فريق ليبي في ليبيا، فاكره؟ الفريق اشترط عبد الله السعيد، شيكابالا، زيزو. اشترط اللعيبه النجوم البوستر دي تبقى موجوده. انت بتاخد فلوس عشان النجوم دي موجوده، بتاخد اعلانات وبتاخد. طبعا انت ادرى بالكلام ده مني. ان يعني عبد الله السعيد ده وجوده في الزمالك مش مجرد لاعب، لا، ده حاجه كبيره قوي. وشيكابالا ده يعني الناس تشوف الشيكابالا لما يكون في محفل في الامارات ولا في السعوديه، شوف الناس بتبقى عامله ازاي.
ناس جايه لعيبه افارقه جايه مبطله كوره من زمان، ولاعيبه زي رونالدو البرازيلي، وناس اللي برضه بيحضروا الماتشات دي دلوقتي وبتتصوروا مع النجوم دي. استاذ عصام المهندس، هم بيقولوا الحمد لله احنا طلعنا من صن داونز وما قابلناش بيراميدز، عمل لهم سجاده في الملعب. سجاده؟ هيعملوا سجاده في الملعب؟ اه. والله يا استاذ عماد عصام، نهائي افريقيا ما كانش مضمون، حتى لو الاهلي كان بيلاعب هيلاعب بيراميدز، ما تقدرش تحكم عشان احنا ما نغنيش على نفسنا. الاهلي برضه في النهائيات والماتشات الكبيره بيقدر يدير الامور، يعني الاهلي يقدر يكسب لك، يكسب بيراميدز في استاد القاهره في النهائي، يعني هيبقى وسط، يعني بس هو بقى خرج اصلا، وبالتالي الاهلي خرج من جميع البطولات هذا الموسم، وده اللي مهيج الاعلام علينا، احنا بيدورنا على اي مصيبه اي كارثه. انما لو عايز تعد الكوارث في الزمالك، ما احنا ما تعدش يا استاذ محمد يا شرقاوي يا اهلاوي، لا احنا عندنا كوارث كتير، احنا عندنا اداره احنا بنقول عليها فاشله اصلا. فاحنا يعني بس انت عندك مشاكل، بس انا الفرق بيني وبينك اللي انا بقول انا عندي مشاكل والاداره غلطانه في كذا وكذا، انت ما تقدرش تتكلم على الخطيب، ما حدش فيهم يقدر يتكلم على اداره الاهلي، ده سمع وخلاص، سمع ونفذ، سمعنا وقطعنا، ما فيش اي ملحوظه ولا اي حاجه زي بقيه الناس. انا بقابل ناس اهلاويه في الشارع كبار وناس محترمه والله العظيم، يقولوا لي الاداره سيئه جدا بتاعت الاهلي، على فكره اداره مفكره ان هي معظم قوه الاهلاويه نجوم، ضد وقالوا ان الخطيب. الاهلي عمره ما كان هو كده، احنا مش عمر معانا الاهلي ما ناس اشتغل. لا، لكن في مجلس ايوه، انما اداره، في مجلس الشله اداره، يا لكن احنا استاذه، بنتكلم الشله يا على استاذه شيرين. الخطيب. في ناس كتيره من الاهلاويه مش حابين وجوده، لكن برغم كده احنا عمرنا كزملكاويه محترمين، انتوا طول الليل ما سمعتوناش شغلتنا لا في الاهلي ولا في مجلس اداره النادي الاهلي. احنا بننتقد لا حاجات لا موجوده لا لا، على ما حدش يقدر الساحه يقلل من، الرياضيه. والله يا استاذه شيرين ما حدش يقدر يقلل من انت الاهلي يا استاذه شيرين. هو انا لما بلاعب الاهلي في كاس مصر ولا في دوري وبكسبه عندي بطوله، هو كذلك، هو هو بيبقى كذلك، يعني هو الاهلاويه دولت اهم بطوله عندهم ايه؟ اللي هو بيقول لك انت ما عدتش غريمي وانت مش موجود، وانا رايح كاس عالم. صحيح الكابتن شوبير، انا عايز اقول له يا كابتن شوبير، لما تلاقي البني ادم بيتكلم عن اه ماضيه كتير وانه كان فخر وكان حاجه كويسه، اعرف ان هو شطب، اعرف ان هو شطب، قاعد قاعد على التلفزيون يقول ده احنا الاهلي واحنا، طب احنا اذا كنت انت بطل افريقيا او حامل لقب، فانا ما زلت حامل لقب السوبر الافريقي على حسابك، يعني انا لحد ما يتلعب السوبر الافريقي مين حامل اللقب يا جماعه؟ الزمالك. فالحمد لله الزمالك، ولذلك احنا بنفرح باي بطوله طبعا يا جماعه. شوفوا المشاكل الماديه ومشاكل اداريه، مش استقرار اداري، حتى سكواد الزمالك تقريبا بكل سنتين بتغير، والحمد لله بناخد لا، هو بطولات. الزمالك ما تفتحش في موضوع ستيلن بوش ده، لان بص ده ماشي. هيفضل زي ما بنقول على صفيح ساخن ما بين الاهلي والزمالك. ده اللي هيبقى نقطه ضعفكم. افتكر كلمتي دي يا استاذ محمد خالد، ماتش ستيلن بوش واللي حصل يومها، والجمهور الزملكاوي اللي مات، والجمهور الزملكاوي اللي جات له حالات اغماء، واللي حصل في نفسيه الفريق، واللي اثر بالتالي على الجمهور. ده هيفضل. بصوا والله ما زلت عم ما زلت عم بصوا الاحداث الاحداث كانت مؤسفه، الاحداث ده كانت مؤسفه، بس هيفضل. انما الماتش نفسه قيمته مش ما مش عارفه تزعلش. اجيبها لك ازاي، بس في حته كده ما يحسهاش اي حد. زيزو ده بص يا استاذ شيرين، بالغلط على النادي الاهلي، وبكره تقول في واحده عشان اسمها شيرين في قالت الكلام ده، وبداناها اهو بكولر، ولسه زيزو خراب النادي الاهلي. انت انت اه عارفه انت عارفه محمد علي بن رمضان ده لما يجي الاهلي، مش عارف زيزو يلعب فين، انا مش لاقي مكان زيزو يلعب فين. والله ما عارف، يعني الاهلي ممكن يبقى عنده احتياطي، ناس احتياطي ما لعبتش، ناس دوليه، ناس بتلعب في منتخبات مصر ومنتخبات تونس ومنتخبات المغرب، سبحان الله، يعني انا مش عارف، هو سبحان الله برضه صفر بطولات، ويفضل صفر بطولات. اللي اسمه محمد موج ده المفروض يتحضر، لان هو اصلا هايف، انسان هايف، والله وما شوف، انتش حتى احنا بقول بنتكلم لك معاك ايه، ما باحترام، هو انت قاعد مش تكلم هو ده احمد امام زيزو يا عاشور؟ رايق. ودول اشكال امام عاشور، هو كان بيشتمهم وهم بيشتموا نفس الشتيمه اللي هو بيشتمها، فالاتنين اخلاقهم
كلهم زي بعض، فما هياش فارقه يعني. احنا النادي الملكي الراقي، خليهم هم بتوع الشتيمه وقله قله الادب. كمان حضرتك اتكلمت في البداية عن موضوع إبراهيم فايق طبعا ومسح الحلقة، ده شيء غريب. مسح طبعا المقاطع الكاميرات الفيديو اللي عشان يعرفوا اللي على البيج بتاع يطلع الصحفيين مصيبة الزملكاويه يعني. على القنوات دي وياخدوا فلوس وهم داخلين. أستاذة مرام تعرفي سيد تعملي، عايز لا أدخل معاكم في واعملي مرة، اسمعوا، اتفضلي يا أستاذة اعملي مرام، لو عايز انضمام تدخلي عندنا. دلوقتي أنا ممكن أخرج وحضرتك تخشي، مم. أو اعملي انضمام وإحنا موجودين عادي. اعملي انضمام وإحنا موجودين، لو عايز تقولي حاجة اتفضلي. وشيلي بقى الإنسان اللي اسمه محمد هنشيله دلوقتي. ماجو ده أو ماوج ده، لان هو اصلا حافظ مش فاهم بين رمضان يا رايق، زيزو يا رايق، امام عاشور يا رايق. هايف قوي. عرايك يا استاذ مرام، والله انسان هايف جدا يعني. فالمشكله فين يا جماعه دلوقتي؟ المشكله ان اذا كان الزمالك وحش فالاهلي اوحش. يا جماعه انتوا اهلاويه شايفين المصيبه اللي انتوا فيها. طب انا عندي مصيبه او انا ما خدتش بطولات لسه، لان انا بطبيعه الحال باسس لسه وما عنديش اصلا. ده انا عندي مشاكل قد كده بالجمله. انت عندك مشاكل ايه يا حبيبي؟ انت مركز مع الزمالك بس، مركز ازاي تضعف الزمالك وتجيب لعيبه، واي لاعب الزمالك بيفاوضه تروح تجيبه. فانت لازم النهارده، تبص لنفسك انت بتعمل كده ليه؟ يعني مش كتر لعيبه، مش تجديد لعيبه في يلا الملعب وخلاص. ما انت بلوك. اكتر، انت عندك البرنامج الفرقه كلها واضح نجوم، ان وانت هو مش بالنجوم دي انت عايز هي مش يحترم نفسه، بالاسم. بدأ يشتم الناس اللي على اللايف، فبلوك. بلوك من ست زملكاويه لراجل اهلاوي للاسف ما بيحترمش الناس. والله في ناس محترمه جدا اهلاويه، يعني استاذ محمد خالد الشرقاوي بيتكلم بالمنطق معانا، بيقول كل ماتش له ظروفه، بيتكلم على الزمالك مع طبعا شيلتون دوت، وبيتكلم مع الاهلي مع صن داونز. وبعدين احنا اول ناس قلنا يعني احنا مش مبسوطين بان الاهلاويه يفرحوا في الزملكاويه والزملكاويه يفرحوا والله في ما الاهلاويه، لو وتبقى هي اتكلمنا ديت على اي صفحه طبيعه زملكاويه المتشجيع. أكيد. يا استاذ ماشي، محمد، واحنا انا مش اول واحد قلت معاهم. عليك محترم اهو، ما احنا تجمعيش يا هتلاقينا استاذ. معتدلين على الاقل، قسما احنا بالله بنفتح باب الزملكاويه الحوار موقع بيشتموا و... شتايم و... سافله. اه الموضوع مش اهلاوي ولا طبعا طبعا زملكاوي، ده كلامك حسب صح، التربيه. وليك مننا كل الاحترام والتقدير. لا ايوه، خد بالك يا استاذ محمد، ده في زملكاويه وحشين جدا. انا بقول لك، انا بجد في ناس زملكاويه قوي بيحسبوا على الزمالك يعني بصراحه. انا نفسي بدخل امسح بوستات شتيمه وقله وتهزيق قبل ما. مش يا جماعه حرام يا جماعه، كل صح كلمه تطلع من بقي انا اتحاسب عليها يوم القيامه، بعيد عن صح صح. الناس والقانون. انا هتحاسب على كل كلمه بقولها. انا اشتم واحد ليه؟ ده انا يعني. والناس ده، في ناس يا جماعه بتدعي على بعض، على اللعيبه بان هي واحنا تحصل لها صح، حاجات وحشه واحنا وتموت صح. وحاجات كده. استغفر الله رب، ده احنا ما ينفعش ده احنا. انا لذلك بقول، انا قلت اول واحد قلت يا جماعه انتوا بتيجوا يوم الماتش الساعه في الدقيقه 70 تطلعوا شهداء الاهلي، الدقيقه 20 تطلعوا شهداء الزمالك. ده كلام، ده شغل انا مش عاجبني، لان انتم ما بتعملوش بيه في ارض الواقع. احنا ما بنعملش، احنا بس بنجيب الموبايلات ونعمل كده في الدقيقه 20 ان الله يرحم ال 20 والله يرحم ال 70، واحنا في الواقع ما بنعملش الكلام ده. يبقى احنا ايه بقى؟ فين لازم تنفذ الكلام ده في ارض الواقع، مش مجرد شعارات. يعني يعني ده في ناس اهلاويه، ده في ناس زملكاويه بيتمنوا الشفاء طبعا للكابتن مؤمن زكريا. ناس بتقول لك يا رب يرجع سليم طبعا. ويجيب فينا اجوان. انت متخيله الانسانيه؟ حتى يا جماعه يعني انسان واحد، روح واحده، اذا كان اهلاوي ولا زملكاوي ولا اي حد بالدنيا كلها بكره القدم، هي البطولات دي بناخدها واحنا مروحين؟ لا طبعا. بتمنى طبعا الزمالك يبقى كويس، يستقر. الاداره، في مجموعه من الجماهير بدات تقول ان يا جماعه ندعم الاداره بتاعتنا دلوقتي لحد ما الموسم يخلص. وفي ناس بتقول والله الاداره دي سقطت من عندي خالص. انا ده انا بس اللي بقوله واخده على الاهلي. انت اداره الزمالك دخلوا وشالوا المشاكل اللي بينكم وصالحتم وجم وجيتوا عندنا النادي. ليه انت بتعمل في اداره الزمالك؟ انت بتعمل في اداره الزمالك كده ليه؟ طب مرتضى منصور كان بينك وبينه مشاكل، وكان في امير مرتضى وفي خالد الغندور وكان في مشاكل شخصيه. النهارده ما فيش اي مشاكل. انت اللي بتعمله ده بتعمله جمهور الزمالك بس، ان انت تروح
تسرق لاعب زي زيزو والموسم شغال، وتسرب كمان ان انت مضيته بشكل غير شرعي، لان انت ما تقدرش تقول ان انت مضيته في فتره الحمايه. فالزمالك لو ثبت كل ده ان شاء الله زيزو هيتوقف، بمناسبة ولو ما توقفش واحنا المستحقات خدنا أنا حقنا عايزة أقول لكم احنا حاجة. حرين، في احنا عايزين حقنا لعيبة بس. كتيرة قوي بتمشي من أندية كتيرة وبيتنازلوا عن مستحقاتهم لما بيلاقوا إن في أزمة داخل النادي، وبالذات لما بيكون النادي ده هو اللي شهرهم وهو اللي خلى ليهم وجود. بن شرقي وساسي يا فندم، يا فندم ساسي في الاهلي، بن شرقي في الاهلي لك يا فندم له مستحقات وما نتكلمش عليها. انا بقول لحضرتك انا اهو، بن شرقي كان له مستحقات من سنتين في الزمالك صح. وما تتكلمش عليها، تنازل عنها. ساسي يا جماعه، ده ساسي طلع قال انا ليا نسبه فوز في الدوري مش عايزها. ساسي اللي طفشته اللجنه برضه اللي كانت موجوده يعني برئاسه الكابتن حسين في لبيب. نماذج كتيرة، لكن يعني بص الشاهد في زيزو الموضوع ان هنيئا عليكم. زيزو زي امام عاشور، امام لاعب كويس وكل حاجه، بس ينقصه الادب. والله حقيقي، والله حقيقي خلاص احنا. وانا عندي اللعيب مهما كان ايه، بس الرياضه اخلاق، واللي بيفتقد الاخلاق مش هيكسب. صح، احنا كده، انا كده قلت كل اللي عندي، وقلت برضو الحمد لله ان الزمالك لسه بينافس على الدوري والكاس. يعني الزمالك لو فنش كاس مصر وقدر يعمل حاجه في الدوري ده يبقى كده بلغه الموسم اتعشت. وبالنسبه للاهلي لسه صايمه، ما اتعشتش ولا عملت حاجه، وان شاء الله تفضل صايمه على طول. الاهلي يا استاذه بينه وبين الاهلي، بينه وبين بيراميدز حوالي 7 بونت. يعني في حاله فوز الاهلي كل ماتشاته وبيراميدز كل ماتشاته فرق 7 بونت، في حاله خصم 3 بونت. تمام. الزمالك بينه وبين بيراميدز 6 بونت رقميا. طبعا هل الزمالك يقدر يكسب بيراميدز وبيراميدز يقع ماتش؟ يقدر. طبعا في الله ظل اعلم. الظروف اللي فيها الزمالك حاليا الله اعلم، مش عارفه. وبس اهم حاجه الزمالك يكسب جميع ماتشاته، يعني اهم حاجه الزمالك يكسب جميع ماتشاته، وماتش بكره ده ضروري جدا. تحديد الثلاث الاتحاد اللي هيصفهم لجنه الاتحاد، اللجنه او مركز او اتحاد الكره. وان شاء الله باذن الله الزمالك يكسب. يا انا رب ان عن شاء الله نفسي رايي تبقى شايفه نهايه الموسم الزمالك كويسه يكسب لو اللعيبه خدت مستحقاتها الماليه. رقم واحد اللعيبه تاخد مستحقاتها الماليه من مجلس اداره نادي الزمالك. لازم يوفروا مستحقات اللعيبه، حقهم او جزء من مستحقاتهم، مش مستحقاتهم طبعا كلها، دي بتبقى صعبه. يوفروا لهم جزء من مستحقاتهم ودعم الجمهور ليهم. ودعواتنا لنادي الزمالك بكره طبعا، اللي مش هيقدر يروح برج العرب، انا بكره هبقى موجوده في التلفزيون. والله يا استاذ يعني خالد، بيراميدز كان هيتعادل اليوم والاهلي كان هيتعادل هو بس كمان. يا جماعه ما تبقاش النتيجه يعني 3-2. الاثنين والله العظيم انا بزعل عن نفسي لما بلاقي الفرق الكبيره مع الفرق اللي اقل منها، ساعات اصلا يخسروا وساعات يتعادلوا ويكسبوا فرق يعني بونت. مش دي النتيجه المرضيه على فكره. ده معناه ان الرياضه المصريه والفرق المصريه المستوى اللي هي واصله فيه والنتائج اللي احنا بنشوفها موجوده بعد المباريات، ده معناه ان هم بالنسبه للفلوس اللي بتندفع في اللعيبه دي كلها، لا طبعا ده تهريج يا جماعه. طيب عشان انا قصه حسام عبد المجيد، عشان اخرج انا من البث. حسام عبد المجيد يا جماعه عيد ميلاده كان النهارده. حسام لاعب ممتاز، يشتغل على نفسه، لاعب يستحق التجديد، يستحق زياده عقده. وعلى فكره يا جماعه بالمنطق برضو، اللعيبه اللي بتطلب فلوس زياده في ناس عندها حق في الايام اللي احنا فيها ديت. لما يبقى لاعب بياخد مليون و2 مليون وجنبه لاعب بياخد 30 و40، برضو معلش على الاقل بدل لازم يزيد شويه، وده حقه. عشان لو راح من الاداره يبقى احنا قلنا اللي علينا. لسه في عقده حسام سنه ونص، ممكن تبيعه وممكن تجدد له، انت حر. فالراجل زيزو عمل له كل سنه وانت طيب، فرد عليه الرد. فيعني ديت ده احنا
احنا ادارات الاهلي والزمالك بيتكلموا بعض وبيعملوا لبعض تعزيه وتهنئه وحاجات كده بعيد عن الكوره. فاحنا مش هنيجي فبلاش اللي شغل اللي جاي يخش وسط جمهور الزمالك وناس نزلت شتيمه لحسام عبد المجيد، فاحنا بنعتذر عن كده، وجمهور الزمالك الاصلي ما يعملش كده طبعا. دي كلها لجان. وحسام عبد المجيد انا بقول والله من افضل اللعيبه في مصر. شكرا وتصبحوا على خير وبالتوفيق يا استاذه شيرين. كل اللي انت اتكلمت فيه الفتره اللي فاتت بصراحه كله طلع كلام مظبوط، وكلامك لابراهيم فايق جاب نتيجه، وكلامك عن الكابتن احمد شوبير جاب نتيجه وانت اتكلمت عن ازمه كره قبل ما ازمه كره تطلع، اللي اتكلموا اللي ما حدش اتكلم فيها اصلا، وكل حاجه قلتها يعني انا نسميكي حائط صد انا او الحق الدفاع انا كل ده عن نادي منتظره، الزمالك. مش عايزه يعني شكرا. برغم الاستكمال الموسم الثاني من برنامج رياضي، انا مش عارفه اركز. يعني انا متفرغه دلوقتي ان احنا نقدر إن نتكلم وندافع دلوقتي، لان بالوضع اللي احنا فيه ده ما ينفعش نسكت. مش لسه كنت بقول لحضرتك من يومين بعت لك رساله كنت بقول توصل لك لنا على فكره، يا احنا ترى صوتنا لحد دلوقتي هيوصل، وهو وصل. السوشيال ميديا هو وصل الحمد متشافه لله. اكتر كمان من القنوات. ايوه، ما هو احنا بقى عايزين نعمل حلقه في يوم تمام. نتكلم بقى على الجمهور، خلي الجمهور ازاي يستخدم السوشيال ميديا دي. انا ما ينفعش يبقى عندي صفحه واقعد اطلع اشتم في لعيبتي واهين في لعيبتي واهين في ادارتي على الفاضي واهين. لا ما ينفعش، لازم اقدم حلول واقدم الدعم، وانا ما عنديش الا ال 22 لاعب دولت هيكملوا معايا الموسم، واحتمال كمان يكملوا السنه الجايه. فلازم ادعم اللعيبه اللي عندي ديت، طبعا. وكتر خيرهم هم شافوا مشاكل كتير بصراحه. انا حاضر لعيبه الزمالك، انا حاضر عشان ما صح. نرجعش نلوم على اللاعب ونقول ده خاين ومش خاين. انا حاضر لعيبه الزمالك، مستحقات اللعيبه طبعا. لازم مستحقات اللعيبه وتجديد اللعيبه اللي لسه ما جددتش عقدها. واشكركم وصباحو على خير. طبعا أنا بشكر أستاذ محمد، جمهور زملكاوي محب للكيان، داعم ليه. خدوا بالكم في حاجة، دايما حاولوا توصلوا رسائلكم كزملكاوية من خلال الريلزات. الريلزات بتوصل، اللعيبة كلهم بيكونوا قاعدين على السوشيال ميديا وعلى طول هم قاعدين بيشوفوا وبيسمعوا يعني. فخلونا دايما كده نكون داعمين ونقول كلمة حق، كلنا هنتحاسب عليها، كلنا هنتحاسب عليها، كلنا هنتحاسب على الغلط، كلنا هنتحاسب على الشتيمة. أنا من حقي أعرض وجهة نظري، من حقي أدافع. على فكرة أنا بدافع على نادي الزمالك مش علشان ده فضا أو إن أنا ست بتقوم بدور الراجل، لأ، أنا بعمل ده لأني مش شايفة إعلام زملكاوي كتير موجود على الساحة الرياضية، مفيش. وعايزين يبقى زي 2 و3 و4 و10، لكن لو جينا عدينا كده على صوابع الايد فين الاعلام الزملكاوي الموجود؟ اوعى تفتكروا ان سهل على الست انها تتكلم في رياضه او تعمل برنامج رياضي او تدافع عن كيان كبير او نادي كبير، وان هي تستحمل اهانات الجمهور اللي في الفريق المنافس، وبالذات لما يكون الجمهور اهلاوي. انا بكلمكم في تجربه بدات معايا من اكتوبر 2023، واكتوبر الجاي يكون بقالي فيها سنتين من ساعه ما بدات تجربه ان انا اترشح انتخابات مجلس اداره نادي الزمالك. ومن ساعتها عرفت يعني ايه كيان، وعرفت يعني ايه جمعيه عموميه، وعرفت يعني ايه جمهور. ومع الوقت عرفت يعني ايه غياب للاعلام الزملكاوي، وقد ايه الزمالك ده مهدور حقه وعايز ناس زينا يطلعوا. مرام، صباح الفل. صباح النور. منوراني طبعا في اللايف، ويعني زملكاويه جدعه واصيله وانا حاسه كده ان معظم ستات الزمالك ب100 راجل. اكيد. عامله ايه؟ بشوف تعليقات كتيره طبعا بيبقى فيها اساءه، لكن انت عارفه ان انا طبعا يعني بضطر ان انا ما اردش عليهم. بعض ناس كمان بقول لهم شكرا على الاهانه بتاعتهم،
وفي ناس كتيره بلاقيكي انت اللي بتدخلي من نفسك وبتردي عليه. هو انا بس يعني انا عايزه اعرف يعني افهم حاجه، بس هو موضوع زيزو اه بالنسبه لجمهور الاهلي، يعني انا بس ردي عليهم. هم موضوع زيزو بالنسبه لنا والله هو طول وبوخ، واحنا مش واقفين عليه حرفيا. يعني زيزو لعيب واحد من 11 لعيب في الملعب. مم. الفكره كلها في ان انتوا عمالين تقولوا احترافيه. انتوا اتعاملتوا باحترافيه مع عبد الله السعيد لما حجزتوا على املاكه، اتعاملتوا باحترافيه مع رمضان صبحي لما نزلت له صور، وبرده نفس اللي حصل مع زيزو بالظبط. وبعدين الاحترافيه اللي انتوا عايزين تتعاملوا معاها ايه؟ احنا عندنا ماتش مهم بكره في نهائي بطوله. انتوا اللي سربتوا اخبار زيزو، وانتوا اللي عملتوا كل ده، انتوا السبب في كل اللي حصل ده. يعني احنا لو هنتكلم احنا كزملكاويه، احنا ما عملناش حاجه، انتوا اللي عملتوا كل حاجه. احنا عندنا ماتش مهم وانتوا جايين بتسربوا الاخبار ومش عارف ايه وزعلانين قوي وزيزو، وتعملوا فين الاحترافيه اللي انتوا اتعاملتوا بيها؟ واحد معلش بيكذب عليكي لحد قبل الماتش بكام ساعه وبيقول لك انا معاكم وانا ما مضيتش واللي معايا طلعوا ومش عارف ايه، راحوا مطلعين له صوره التاشيره بتاعت امريكا. طب ده كده كويس؟ احنا اللي غلط عندنا، احنا طلع في الاخر مم. احنا بجد احنا اللي طلعنا غلطانين، احنا اللي مش عارفين نتعامل باحترافيه. طب سؤال والله، انتوا عملتوا ايه مع عبد الله السعيد؟ حد يخش يجاوبني كده. مم. عملتوا ايه مع رمضان صبحي؟ كانت فين الاحترافيه بتاعتكم؟ عبد الله السعيد ده انا في يوم عملت فيديو كده يا مرام، كان في تصريح ايه لعبد الله السعيد. عبد الله السعيد قبل كده كان ليه تصريح وبيتكلم فيه عن حبه لجمهور الزمالك وقد ايه جمهور الزمالك داعم ليه، وانه متضايق عن الانتقادات اللي بيقولها جمهور النادي الاهلي عليه، وان هم بيقعدوا يقولوا لنا انتوا خدتوا خيل الحكومه وانتوا. لقيت الناس برضه بتهاجمني، يعني بقول لهم احنا مبسوطين بعبد الله السعيد وهو عامل بهجه وعامل سعاده للجمهور الزملكاوي. برضه كانوا يدخلوا يغلطوا، يعني انا بستغرب لهم قوي، يعني انا مش فاهماهم. او إيه؟ هم انت مش هتفهميهم يا استاذه شيرين، هم مش مفهومين فعلا. هو تحس ان هم مش مفهومين، هم عايزين هم يعملوا، انما انتوا لا ما تعملوش. انتوا تنتقدوا انما انتوا لا ما تنتقدوش. انتوا التاريخ بادي من عندكم، احنا ملناش اي تاريخ. ايه ده بجد؟ ايه العقليه دي؟ ايه العقليه دي؟ مين اللي من شويه داخل بيقول لك احنا اللي بنلم الجمهور من الشارع؟ لا بجد يا جماعه والله العظيم تعليقاتكم غريبه. لا ما هو انا عملت له غريبه. بلوك خلاص، لانه كان إيه بدأ انت؟ يشتم كمان في المشكله الناس. ايوه انا شفت كل حاجه. المشكله ان هو بيخش يكتب الكومنت وبيعمل رياكت لنفسه، اصلا انت ما حدش شايفك. انت عمال تكتب وتتكلم وتقول وحضرتك والاستاذ كنتوا مدورين اللايف عادي خالص مفيش اي مشكله. ده بالنسبه لزيزو. احنا بالنسبه للزمالك معلش والله العظيم صدقيني انا طول عمري بحس ان الزمالك خارج التوقعات. خارج صح. التوقعات بمعنى الكلمه. هدد ومش عارف ايه ومشاكل ويجي ياخد لك السوبر الافريقي بمين؟ بناصر منسي. اه يعني حضرتك ناصر منسي بكل اللي انت بعيدا عن كل ده، حضرتك شفتي الماتش بتاعهم النهارده؟ للاسف كنت عندي كورس كده في يعني في ده تبع النقابه، فريق فما شفتش ده الشؤون المعنويه. فريق بجد والله انتوا بجد ده الفريق بتاعكم. انتوا كده قاعدين مستنيين زيزو يعني عشان يعني هي المشكله دلوقتي طلعت في زيزو لما يجي احنا هنكسب صح؟ لا الاهلي النهارده كان مستواه وحش جدا. فريق بتروجيت كان فعلا عامل ماتش يعني فوق الممتاز. فريق بتروجيت جاب جولين في 5 دقائق، في 5 دقائق. اه وفي اخر الماتش ضيع كرة التعادل بتاعته. انتوا طبعا هو بتتكلموا في سكور ايه؟ سكور 3-2 بالنسبه للصفقات والفلوس اللي بتدفع في اللعيبه دي، ولا ليها لازمه، عشان في النهايه اكون ممكن اتعادل مع بتروجيت او كان ممكن اخسر اصلا منهم. ده بن 3-2 دي نتيجه سيئه يعني. بين شرقي للقاهرة لون واحد وللأفريقيا بطل واحد. عملتوا ايه النهارده معاه بعد الماتش؟ مش شتمتوه صح؟ ولا دول مش صحفيين اللي بيبقوا قاعدين في المدرجات اللي بيحدفوا ازايز؟ للاسف. ولا للاسف دول مش موضوع. صحفيين برضو اللي لما لعيبة سان داونز جابت الجون وراحت احتفلت برضو حدفتوا عليهم ازايز؟ اذا انتوا كان الجمهور بتاعكم كله صحفيين. لا انتوا ليه لا لما لا بتغلطوا ما تقولوش احنا غلطنا؟ بص انا عايزه اقول لك حاجه، انت بتتكلم عن تسريب ال- العقود. لا ده اللي سرب العقود دي صفحه اهلاويه عشان تبقى عارف. ده على يدي. ده صفحة كانت سرقت أهلاوية بحت. الصفحه. هنلسوعك. هل اسوعك وطلعوا ان هم بيتابعوني كمان
وبعد اللايف بتاعي خدوا جزء يعني من اللايف بتاعي وحطوه ستوري عندهم على البيج. وبصراحه الادمن كتر خيره كتر خيره، اله يستره والله اله يستره. كاتب لهم ارجو عدم الاساءه في التعليقات. قلت لا إيه، والله انت العظيم. عارفه المشكله بقى ان هو واخد، ان هو يعني ان هو واخد، بص عشان بس تفهمي عقليتهم عامله ازاي. هو واخد حته من اللايف بتاعنا بتاع حضرتك اه. وبعته، انا طلعت مشهور، انا متابعاك من اول الكومنتات، انت اول كومنت داخل بتقول انا ايه اللي جابني هنا، قلت لك امشي اطلع بره بسرعه، واشتغلت وانت اللي طلعت مشهور، انت ما حدش كان ذاكر اسمك، انت دخلت قلت كلمتين عشان احنا نرد اه. عليك عشان تاخدهم على ان انت مشهور. شفتي الجمهور؟ لا هو انا ما قلتلوش ان انت مشهور، هو انا يعني اللي بقول له هو انت متابع هنا يعني، انت متابع هنا يعني انت عارف ان احنا منزلين حاجه دي تسريبات نازله من داخل يعني النادي الزمالك. الله اعلم برضه التسريبات دي طلعت ازاي، يسأل عليها مجلس اداره نادي الزمالك. بصي هو كان تقريبا كده امير مرتضى منصور الراجل المحترم اللي عمل حلقه كلفت فلوس وكلفت حاجات والحلقه اتشالت. النهارده بيسالهم صحيح على الانستجرام بيقول لهم فين الحلقه بتاعتي، راحت فين، فين الجزء التاني من الحلقه. طبعا الكلام مش جه على، ما جاش على هواهم، مش هو ده اللي هم كانوا عايزين يطلعوا. هو كانوا عايزين شويه صح. غلط، كانوا عايزين مش عارف ايه، كانوا عايزين لما هو لما بيجي يتكلم اصل طب اهدار مال عام بيقول له انا جبت واحد اتنين تلاته بكذا، قدامهم الاهلي جاب واحد اتنين تلاته بكذا، هل انت مم. واثق من الكلام ده؟ قال له دي شغلتي. بصراحه امير كان يعني الحلقه اتشالت كفايه. يعني هو ما عرفش يوصل معاهم لاي حاجه، ابراهيم فايق فشل الحلقه، وكان ابراهيم فايق دي سقطه، دي سقطه في يعني في تاريخ القناه ان حلقه تتشال بالشكل ده. لا ده انتوا كده بقى موجهين هو ومعروف اتجاهاتكم طبعا هم كده. هم موجهين جدا. بصي انا قريت حاجتين، امبارح تقريبا كان الوزير بيتكلم في ان هو عارف ان الاعلام بيبقى موجه، او الاعلام فيه حاجات بتبقى موجهه لمصلحه نادي الله اعلم التصريح ده صح ولا لا، وان هم هيبتدوا يشتغلوا عليها الفتره الجايه. هو احنا بجد 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 اسوأ دوري في الحياه كلها وفي الدنيا كلها هو الدوري المصري، مفيش كده. مم. في كام فريق عربي رايح كاس العالم للانديه غير الاهلي؟ اه. معلش بيراميدز اللي انتوا خد مكاننا، خد مكاننا، لا هو بيراميدز خد مكاننا وخد مكانكم انتوا كمان على فكره. يا جماعه صح. فوقوا، بيراميدز بيلعب نهائي بطوله افريقيا، بيراميدز ان شاء الله لو فاز هيروح كاس العالم للانديه، يبقى خد مكان مين؟ انتوا وبيشتري بجد الجمهور دلوقتي. انتوا بجد في. وبعدين بلاش بقى جو بقى ان احنا ننسحب من قدام الزمالك، للاسف. نجيب زيزو، اه. نخسر البطوله نجيب بن رمضان. انتوا بجد كده بجد، انتوا بجد طب ما انتوا عمالين تجيبوا صفقات الدنيا ومستواكم ايه؟ زيرو. اه والله بالظبط. زيرو، مش عشان انا طب زملكاويه، بس هو يبقى فعلا الفلوس زيرو. سهله. الفلوس حضرتك سهله. مستواهم زيرو لان ده برضو له اسبابه. هي بقى اه. اولا هم صفقه زيزو ديت مش نعمه عليهم، دي نقمه عليهم مش نعمه، لانها بمناسبه معلش اقطع حضرتك، اتفضل. بمناسبه صفقه زيزو، انا يعني عادي، انا معايا 3 بنات، فاللي عايز يشجع والله براحتكم، واللي مش عايز يشجع براحته. فعندي بنتين اهلاويه، الصغيره النهارده بتقول لي ماما هو الاهلي الزمالك زيزو بيلعب النهارده؟ فبقول لها لا، قالت لي والله يا ماما وشه فقر، احنا مش عايزينه يلعب، ده خرجنا من البطوله. لا هو بناتك نقمه عليهم طبعا. اهلاويه. بوظ لهم اوضه اللبس، وكل لاعب دلوقتي عايز يتساوى بزيزو، كل اشمعنى زيزو ياخد المبلغ ده، والدنيا بقى يعني مش نعمه ليهم، دي نقمه يعني حضرتك. لسه مشكله اوضه اللبس لسه هتظهر اليومين الجاي، بس يخلصوا من ازمه كولر. اوضه اللبس لسه هيتفرجوا اه لما بقى زيزو يخلص معاهم رسمي بقى في شهر 6. اذا خلص معاهم وما توقفش لسه هتدار اوضه اللبس. والله هو بص حضرتك، انا داخل اعمل مداخله عشان بس اتكلم عن نقطتين بس صغيرين وهخرج على طول. اولا بالنسبه للاعلام الزملكاوي، الاعلام الزملكاوي للاسف ضعيف جدا. يعني كلهم بيحبوا يكسبوا ود الاهلاويه وود الشركه المتحده، بحيث ان يبقى ليهم رزق واكل عيش يعني من الاخر كده. فبالتالي ما فيش حد فيهم لا رايه صريح ولا رايه مع الزمالك، فاحنا ما نعتمدش عليهم لانهم لا يعتمد عليهم. مم. ده بالنسبه للاعلام الزملكاوي، ما فيهم بقى خالد الغندور وايمن يونس، ويعني الكل كده جميعا مع بعضهم يعني. انا ما مع بشوفش حد بيتكلم عن الزمالك لحضرتك، بشوف انا حد. بحس بس ساعات ان انا خالد الغندور ده موجوده. مش انا معانا انا بصراحه. انا موجوده ما تقلقش. اه لا انا حائط حضرتك، انا صد بتكلم بس ورد انا معاك. بتكلم عنهم. انا بشوف على قناه الشمس مثلا
بشوف اسامه حسن لا بيتكلم عن الزمالك رغم مش من محبينه، بس بشوفه بيتكلم عن الزمالك هنا يعني. فبالتالي هم دول بتوع هو سبوبه. رياضي. بص خلينا برضو نفرق. كابتن أسامة حسن رياضي مش إعلامي، لكن ايوه الإعلامي هو إعلامي صوت الزمالك. هم قلة اللي موجودين، وحتى بعض الموجودين أوقات كده بنحس إن هم بيغزلوا الأهلي خوفا من إن هم يشيلوهم من على الكراسي اللي هم قاعدين عليها. ما هو لكن ده أنا اللي بقول الحمد لحضرتك عليه، لله هم بطلع في بياكلوا لقمه برنامجي عيش يعني من الاخر كده. بتكلم. لا انا بطلع في برنامجي ترند سبورتس على الحدث، بتكلم ما بخافش، لان ما حدش بيصرف على برنامجي، فما حدش كسر عيني. بطلع من خلال بالظبط. صفحاتي بتكلم برضو، ما حدش كسر عيني، وبنعرف نتكلم بشكل هم ما بيعرفوش يقولوه. ان احنا بالظبط كده موجودين حضرتك. داخل المطبخ، وانا الحمد لله يعني الاعلاميه الزملكاويه الوحيده اللي عضو جمعيه عموميه. احنا يعني بنتشرف بحضرتك. تسلم ربنا يخليك. بعدين بقى موضوع زيزو، انا دخلت مع محمد فرج قبل كده. حضرتك انا مؤسس جروب عشان المستشار مرتضى منصور. انا دخلت مع محمد فرج قبل كده واتكلمت في موضوع زيزو. زيزو راجل لعب معانا، كان جاي راجل مش معروف، اجتهد وبقى لاعب كويس وبقى لاعب دولي وبقى احسن لاعب في مصر، وله ما له عليه ما عليه. بس ادى عليكم مهمته. بس ادى مهمته. اقطع كلامكم دي واحده. ارحب بالقبطان ايمن، الاستاذ ايمن اللي معاكي دوت. فاهم جدا، وكان جروب عشان مستشار وراجل بيدافع عن الزمالك من زمان. يمكن تعب، حصل له تعب بسبب الزمالك. برحب برضه بالاستاذه مرام، متميزه جدا. جميل البث بتاعك ناس كتير، فكره حلوه انك تدخلي ناس كتير. طبعا على راسي. واشكركم وهخرج انا تاني. زيزو راجل عقده انتهى، هو مش حابب يجدد ومش حابب يقعد، دي مشكلته. احنا بقى مشكلتنا احنا كزملكاويه ان احنا نبص لمستقبلنا، نبص لفريقنا، ندعم بصفقات كويسه احسن من زيزو قد زيزو 20 مره. مش هنقعد نبص على زيزو جه التمرين وما جاش التمرين. احنا لينا حق قانوني ناخده، هو ليه حق ياخده. هو لكن مش احنا صدقني اللي بنبص، هم اللي انا بقيت افتح الفيسبوك بحس ان انا زيزو ده خلاص عايش معايا في البيت. هو النهارده مفيش تمرين، اصل هو النهارده زيزو بعت مش عارف على الايميل انا هاجي، عايز حراسه من مين يا زيزو؟ زيزو انت قاعد في بيتك يعني بتقشر بصل مع مراتك؟ لما بتنزل الشارع بتبقى لابس نقاب؟ هل انت قاعد في منطقه، انت قاعد مثلا فين، في الجزيره ولا في فرع مدينه نصر؟ هل انت ما بتقابلش جمهور زملكاوي؟ عيب ان انت تصدر الفكره للناس كده. يعني انت اكيد بتقابل، يعني معلش في جيم مش عارف اسمه جيم ايه، اللي هو في المنيا منزل صوره، حضرتك اكرم توفيق وبيرحب باللاعب زيزو. اكرم توفيق ما جددش للاهلي وبيروح التمرين وبيلعب، وايه المشكله يعني؟ خلاص انا مش عايز العب، انا حر. ايه بقى علشان ايه؟ هو جالهم صريح وواضح، انا مش هجدد، انا جالي عقد في الحته دي ورايح الحته دي. انما انت بتكذب علينا قبل الماتش واللي معاه ورقه يطلعها، وانا مش عايز كلام كتير. وجمهور الزمالك جمهور الزمالك ايه؟ انت ايه ده؟ اكرم توفيق طبعا لا يقارن بوضع زيزو. مع حضرتك هو زيزو عمل بس احنا دلوقتي ايه؟ وزيزو كان كل شويه يطلع لنا مش عارف يعمل ستوري على انستجرام. بس احنا هنقعد بقى ندور على زيزو ولا هندور على النادي؟ احنا دلوقتي حضرتك انا نفسي بقى ان احنا ما ندورش عليه اصلا. طيب ما انا بس هو هو ده اللي يعني انا بقوله. نفسي ما ندورش عليه. عايزين خلاص هو نشوف يعني هو زيزو ال 11 لعيب، هو كان زيزو بيلعب زيزو 1 زيزو 2 بس زيزو لحد كده. رقم 11. بالظبط. انا فاحنا عايزين نبص فاكره بقى ماتش هنبقى للزمالك كان في الكاس، جابوا فيه تقريبا، كسبوا فيه انا مش فاكره هو الماتش بتاع مين كان، كسبوا فيه 4-0 او 4-1. الماتش ده زيزو ما كانش موجود اصلا، كان مع المنتخب. صح. وكان ساعتها مصاب حتى قبل كده ولعبنا مصطفى، وكسبنا. اللي هو الماتش اللي هو بعد المشكله بتاعت مصطفى شلبي، ومصطفى شلبي راح ورفع تيشيرت الزمالك حطه على الرايه، ما رماهوش في الارض، قال يعني بيحبه، وراح عمل للجمهور انتوا على راسي. مش زي امام عاشور بقى لما قلع التيشيرت ورماه في الارض ويقول لك ده امام عاشور. انتوا بجد يا جماعه ايه ده؟ انتوا ايه ده بجد؟ حضرتك طبعا المفروض بنتمنى دلوقتي نبص التوفيق لقدام. بكره، هنشوف، نتمنى التوفيق هنجيب بكره نادي صفقات، الزمالك. هنشوف لعيبه مميزه، نشوف نفسينا. مش هنقعد نبص لزيزو. انا خايف والله، ببقى نايم خايف زيزو يطلع لي في الحلم من كتر الحرام على زيزو. انا بجد انا ما بقتش عايزه، مش عارفه افتح انا يعني بطلت لا اروح. هو صفحة واتقفلت بالنسبة لنا كزملكاوية، وهو استكمال قصته مع مجلس إدارة نادي الزمالك، يا هم يجيب مش لاقيين حقه حاجه حقنا، يتكلموا يا فيها. احمد شوبير يا يجيب خد. حقه حقنا، يا يفرطوا في حقوقنا كلنا.
بشكركم، ويعني مش عايزين بقى نطول على الناس كده في لايف. بشكر انضمامكم معايا. لا متشكرين مريم، متشكرين لحضرتك. نورتونا متشكرين يعني لحضرتك. نورتونا. شكرا، مع السلامة. قبطان أيمن نورتنا. مرام نورتيني. آه، شجاعة زملكاوية أصيلة بجد. عاش سيدات نادي الزمالك فعلا. انتوا راجل ليكوا كده طبيعة مختلفة وراقيين يعني. الحمد لله. طولت عليكم اللايف النهارده، بعتذر طبعا على الإطالة، بس يعني حابة أوضح لكم حاجة في نهاية اللايف. انا بطلع لايف مش مضيعه للوقت عشان انا فاضيه، ولا مضيعه ان انا بضيع وقتكم انتوا كمان، لا. بالعكس، انا بطلع لايف عشان يعني نسمع بعض ونشوف بعض ونشوف الاراء. في النهايه كلنا عايزين صالح الكيان الزملكاوي. في النهاية طبعا بشكركم على اللايف، ودايما احنا بنكون سبت وثلاث لايف بتاعنا الساعة 12 صباحا. بس انا بعتذر امبارح ما قدرتش اطلع لايف، حاولت ان انا اعوضه النهارده. تمنياتنا بالتوفيق بكره لنادي الزمالك، وان شاء الله يكون بكره كده فرحة زملكاوية. والله يعين الزمالك على اللي فيه بجد بجد. بس احنا راضيين، احنا كجمهور زملكاوي عندنا قوة إرادة. ليه؟ لأن احنا اتعودنا على الأزمات. الأزمات دي خلاص بقت موجودة في القاموس الزملكاوي. بشكر كل المتابعين اللي بيبعتوا لي على الواتس وبيقولوا لي ان هم بيتابعوني من الأردن ومن العراق ومن تونس والمغرب والجزائر. بيبعتوا لي وبيقولوا لي ان هم زملكاويه، ودايما بيسالوني على ميعاد اللايف بتاعي. بشكركم، ولكم مني كل الاحترام والتقدير، واشوفكم على خير ان شاء الله اللايف الجاي، وتصبحوا على خير.